تخيل كده حاجات غريبة عن كليوباترا اللي ممكن عمرك ما سمعت عنها. أول حاجة، كليوباترا مرة دخلت نفسها جوه سجادة مطوية عشان تقابل جوليوس سيزر سرًا. لما فتحت السجادة لقت نفسها قدام قيصر بالظبط. تاني حاجة، كانت مهووسة بالسموم وكانت بتجرب أنواع مختلفة على المساجين تشوف إيه أقل ألم. وأغرب من كده، كليوباترا كانت بتاخد حمامات يومية بحليب حمير حامض عشان تحافظ على شباب بشرتها. كان لازم قطيع فيه 700 حمار عشان يملوا البانيو بتاعها كل يوم. كمان اخترعت أحمر الشفاه الأحمر بتاعها المعروف عن طريق سحق آلاف الخنافس الميتة الصغيرة. والأغرب من ده، كليوباترا اتجوزت أخوها الأصغر مرتين عشان تحافظ على السلطة جوه العيلة. بعض المؤرخين بيعتقدوا إنها كمان كانت مشاركة في موت إخواتها. كتبت كتب كتير عن الطب والرياضيات، وكمان اكتشفت علاج لتساقط الشعر. وبعد ما خسرت الحرب ضد روم، أنهت حياتها بنفسها باستخدام ثعبان سام. اختارت الموت بدل ما تتقبض عليها.